السلام عليكم شباب ورحمة الله وبركاته. عدنا معاكم مقطع جديد. آه، اليوم مقطعنا عن 40 حقيقة عن أنمي كينجدوم. أسف يا شباب، طولت شوية بتنزيل المقاطع لأنه شوية واهس موكم أنميات، مو ذاك يعني الحماس القوي. يعني إن شاء الله بس تنزل بليتش الحلقة الأخيرة بوقتها، يعني إن شاء الله ننشر عنها. ما أحب أطول عليكم، فندخل بالمقطع على طول. 40 حقيقة عن أنمي كينغدوم. الحقيقة الأولى: شين وموتن وأوهن هم أصغر الرجال الذين أصبحوا جنرالات في جيش تشين. الحقيقة الثانية عندنا تلقى شين، يعني تلقى تدريبهم أو القتال معهم، القتال مع الجنرالات اللي هم أوكي ودوكيو لأول مرة، أول مرة يقاتل وياهم. الحقيقة الثالثة: كيوكاي هو مبتكر الجوريكي، أو هي مبتكرة الجوريكي. الحقيقة الرابعة: بوري ملك تشاو هو الذي جاء وقام بتجميع أول جيش سلاح الفرسان. الحقيقة الخامسة عندنا توج ايسي كملك 31 وعرششين في سن 13. الحقيقة السادسة آسف: يخشى العشيرة شيوك شياطين لأكثر من 1000 عام، ويعتقد أنه أسطورة، حيث كان شيو ينحدر من شخص أسطوري. الحقيقة السابعة: ينظر إلى لمحة عن المستقبل، المكان الذي يكون فيه شين جنرال عظيما في الفصل الأول. الحقيقة الثامنة عندنا: نجحت كيوكاي في الانتقام من كيوشو بعد 392 يوما منذ مغادرتها وحدة هاشين. الحقيقة التاسعة: يمكن لشخص واحد فقط أن يرث اسم شيو. الحقيقة العاشرة: إذا كان لدى شين وهيوما لا يقل عن 1255 نوبة أو ضربة، ما أعرف الترجمة شوية تختلف. الحقيقة الأحد عشر: قبل أن يصبح إيرسي وريثا للعائلة كان اسمه شي إي. الحقيقة 12: تضم ولاية تشين حاليا 5 جنرالات عظام: موبو، تو، أوسين، يوتانوا، وكانكي. الحقيقة 13: تضم ولاية تشاو حاليا عضوا واحدا من السماوات الثلاثة العظيمة اللي هو الريبوكو. الحقيقة 14: جايمو هو العضو الوحيد على قيد الحياة من الجيل السابق من تنانين النار السبعة، اللي انهزموا 2 منهم، بقى بس واحد اللي هو جايمو. حقيقة 15: تتمتع ولاية تشاو بضغينة عميقة تجاه ولاية الشين بسبب الأحداث التي وقعت في تشوهي وإيكيو. الحقيقة رقم 16: ريمبا هو العضو الوحيد في السماء العظمى الثلاث السابق على قيد الحياة. الحقيقة رقم 17: هاكوكي قائد جنرالات الستة العظماء من الجيل الأول من تشين. الحقيقة رقم 18: من بين جميع الدول المتحاربة في الصين تعد دولة الشيو أكبر مساحة نصف الصين. حقيقة 19: من بين جميع الدول المتحاربة في الصين دولة هان هي أصغر وحدة. حقيقة رقم 20: تم إخفاء الختم الملكي في الحريم الملكي بسبب أحداث تمرد سيكيو. حقيقة رقم 21: كان ريوفوي هو الذي ضمن أن يصبح سوجو الملك 30 لولاية تشين بعد وفاة والده أنكو كوكين. حقيقة رقم 22: ايسي والسايك سيكيو نام أخين غير شقيقين من نفس الأب حقيقة رقم 23: كان شوبكون سيدا في استخدام السيف خلال سنوات شبابه. حقيقة رقم 24: كاريوتين لديه ضربات أو سهاما مميتة. حقيقة 25: تم الهروب الصيفي لبوكوكو من قبل رجال القبائل الجبلية. حقيقة رقم 26: ساعد رجال القبائل الجبلية بوكوكو عندما تم غزوهم. حقيقة رقم 27: تحمل سلالة شو حاليا رقما قياسيا لأطول فترة. الحقيقة 28: عامة الناس في الأثشين لا يعرفون حتى أنه كان هناك تمرد. حقيقة رقم 29: كان أول شخص قتله شين هو جندي تم نشره على بوابة سلحفاة قرمزية في مدينة كانيو خلال تمرد سيكيو. حقيقة رقم 30: اشترى سيكيو رانكاي من السوق السوداء. حقيقة رقم 31: الاسم الحقيقي للملكة الأم هو بيكي. حقيقة رقم 32: تعلم شين تقنيات السيف الأولي من هيكي. حقيقة رقم 33: ايسي هو الملك 31 لولاية تشين.
الحقيقة رقم 34 عارض ايسي على شين وظيفة حارس القصر. أما الحقيقة رقم 35 يحمل الرسم الأحمر الأول أكثر إلحاحا. الحقيقة رقم 36 يفضل استراتيجي الرماة كدفاع أخير. نعم. الحقيقة رقم 37 يستطيع شين رؤية مسار الأسهم. الحقيقة رقم 38 دفن هاكوكي 400 ألف جندي متشاو على قيد الحياة خلال معركة تشوهي. حقيقة رقم 39 كان شيكا هو الذي أنقذ ايسي من ظلامه. حقيقة رقم 40 استخدم شين الدروع التي اشتراها بعد معركة سهول داكان فقط بعد حملة سانيو. هذا اللي كان يا شباب الحقائق. حبيت انه نختصر، يعني ما انه الموجود عندي 60 حقيقة تقريبا وفوق 50 حقيقة، بس المقطع يطول يعني ما حبيت انه نكثر. فإن شاء الله المقطع يعجبكم، ولا تنسون اللايك والاشتراك، وألقاكم في فيديو جديد. إلى اللقاء.